اهلا بيكم في قناه فيلم قديم. لو لسه مشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد. بتدور احداث الفيلم على بيت قديم في حاره الكوامل، واللي عايشين فيه مجموعه من السكان، من ضمنهم مهندس علي ومراته منى ومامتها وحماتها واختها ليلى. وبنروح لفريده وبنعرف انها كانت واحده من سكان الحاره قبل ما تتجوز حسني وتورثه بعد ما مات، وتبقى غنيه جدا بسبب الاملاك اللي ورثتها. وبيبقى من ضمن الاملاك دي بيت حاره الكوامل. وبعد ما بيموت حسني بتتجوز المعلم جمعه الكبش، كتبت له مزرعه عجول باسمه. وفريده بيبقى ليها علاقه بفهمي، واللي بيكون مسؤول مهم جدا في البلد، وبيقدر يخلص لها اي حاجه هي بتطلبها حتى لو كانت مش قانونيه، مقابل تنازلات اخلاقيه بتقدمها له. وبنرجع تاني لبيت حاره الكوامل، وبنعرف ان فريده عايزه تهد العماره دي وتبني مكانها برج عشان تكسب منه. وعشان تعمل كده لازم تثبت ان البيت قايل السقوط. فبيجي لها سكان العماره ومعاهم مهندس علي، وبيقولوا لها انهم اتفقوا مع سباك عشان يصلح المواسير اللي بتسرب ميه على البيت. وبكده بيكون البيت اترمم مش هيحتاج يتهد. وبتتعرف فريدة على علي، ولما بتعرف انه مهندس بتطلب منه انه يساعدها في ترتيب العمارتين بتوعها في مدينة نصر. بس علي بيرفض عشان شغله في الحكومة. وبعد ما فريدة بتقترح عليه انه يقدم على اجازة مفتوحة وانها تديله مبلغ كبير، بيوافق بعد ما مراته بتقنعه انها فرصة. وبتطلب فريدة من جمعة انه يعرف مين السباك اللي هيصلح مواسير البيت، وبتقدر توصل له. وبتعرض عليه مبلغ كبير مقابل انه بدل ما يصلح المواسير يسبب شروخ فيها، وبالتالي البيت يبقى قايل السقوط فعلا. واثناء ما بيكون السباك شغال في البيت بتقدر تاخد فريدة علي اسكندريه عشان توريه الارض بتاعتها اللي عايز تبني عليها مصنع، وبتطلب منه يعمل لها تخطيط للمصنع ده. وبتقدر تاخره لحد ما بيخلص السباك تخليف المواسير. واول ما بيرجع بيلاقي سكان العماره كلهم مطرودين في الشارع، والحكومه رافضه انهم حتى يطلعوا يجيبوا حاجتهم. وبيجي فهمي وبيقول ان الحكومه قررت ان البيت ده قايل السقوط وخطر على الناس ان هم يعيشوا فيه. وبيحاول علي يكلمه، لكن فهمي بيقوله ان هو المسؤول عن ارواح الناس وان البيت لازم يتهد. وبتنقل الحكومه السكان في مساكن الايواء اللي بتبقى عباره عن خيم من غير نور ولا ميه ولا اي عامل امان، وبيبقى فيه كشاك خشب ممكن يعيشوا فيها لكن بتبقى ضيقه جدا، وبيبقى الحمام في الجامع. وبتبقى عيشه صعبه جدا، لكن بيضطر علي واسرته ومامته يعيشوا في الكشك الخشب ده وهم بيعانوا جدا. لكن مامة منى عاشت في خيمه، وفي يوم وهي نايمه بالليل بيهجموا عليها 3 شباب وبيحاولوا يعتدوا عليها، فبتصوت وبيتلموا سكان الايواء كلهم. وبنروح لفريده اللي بيبان انها متحكمه جدا في جمعه وانه ملوش كلمه، وبتكلم فهمي في التليفون وبتشكره انه ساعدها في ازاله البيت بعد ما اتفقوا على الخطه مع بعض. وبتروح فريده تزور علي وبتقترح عليه انه يجيب مراته وابنه ومامته وييجوا يسكنوا في شقه من الشقق المفروشه بتاعتها ومن غير ما يدفعوا ايجار. فبيقول لها علي انه مقدم على طعن في الحكومه، وانه السكان كلهم معتمدين عليه في الموضوع ده وما يقدرش يسيبهم. ولما بيعترض جمعه ان علي يسكن من غير ايجار، فبيفهموا فريده انها بتعمل كده عشان يبعد عن السكان وينسى موضوع الطعن ده خالص. وبيبدا علي شغل في عماره مدينه نصر، وفي نفس الوقت بيروح للمحافظ عشان يطلب منه عدد من الشقق المخصصه لسكان الايواء. فالمحافظ بيتعامل معاه بعدم اهتمام، فبيتنرفز عليه وبيقولوا انه لو جرب يوم واحد ينام في خيمه ما كانش ده هيبقى رد فعله. فبيطردوا المحافظ بره مكتبه. ولما بيلاقي علي ان مفيش حل وكل شويه فريده تقترح عليه انه يعيش في الشقه المفروشه اللي قالت له عليها، بيوافق. وبيروح لفريده بيتها وبتكون عامله حفله، وبيكون من ضمن المعازيم فهمي. وبيشوفوا علي وبيسال فريده هي تعرف الراجل ده منين، فبتكذب عليه وبتقول انه معرفه جوزها الاولاني. وبيروحوا الشقه اللي بتبقى اوضه وصاله، عشان كده بيضطروا يسيبوا اخته وام منى في الخيم. ومنى بتستغرب ان فريده مش هتاخد منهم ايجار، فبيقول لها علي انه بيشتغل معاها وعادي انها ما تاخدش منهم ايجار. ولما بتسال منى فريده ازاي مش تاخد منهم ايجار، بتقول لها ان ده وضع مؤقت لحد ما شقق مدينه نصر تشطب وينقلوا فيها، وانها عازماهم بالكام شهر دول. وبقت فريده كل شويه تحاول تعزم علي على العشاء عشان يكونوا الصبح مع بعض في الشغل وبالليل كمان، وتبقى معاه طول الوقت. وبنلاحظ انها معجبه بيه. وبيعرف فهمي فريده على عوني رجل الاعمال اللي بيقترح ياخد عماره مدينه نصر يحولها لفندق. وبتيجي اخت منى تزورهم في الشقه، وبتبلغ علي ان السكان بيفكروه ان الشتا داخل عليهم، ولحد دلوقتي هو موفاش بوعده معاهم. وبيمانع جمعه خروج فريده كل شويه مع علي، فبتتجاهله كالعاده وبتخرج. وبعد العشاء بترقص مع علي، وبتبقى منبهره بيه لانه بيفهم في حاجات كتير جدا. وبيقترح علي على عوني انهم يحولوا مزرعه العجول بتاعه جمعه لقريه سياحيه، فبيوافق عوني وبيطلب منه تصميم للمشروع ده. وبكده يكون انقذ عماره مدينه نصر انها تتحول لفندق. وبيروح علي البيت متأخر وهو سكران، فبتتضايق منه منى وبتسيب له الأوضة ينام فيها لوحده. وبيروح عوني مع فريدة وعلي المزرعة وبيعجبوا المكان، فبتمسك فريدة إيد علي وبتبقى مبسوطة جدا. وبتقول منى لعلي إنها متضايقة من سهر كل يوم وإنه بيرجع سكران، فبيقول لها إن الشغل بقى يكبر معاه جدا. وبيبان إنها متضايقة من قرب علي من فريدة. وبيعترض جمعة على تحويل مزرعته لقرية سياحية، وبيفهم إن دي فكرة علي، فبيسلط عليه بلطجية يضربوه. وبتيجي فريدة تنقذه منهم وبتاخده معاها على البيت وهو مش حاسس بحاجة. ولما بيفوق بيصمم انه يرجع بيته، فبتوصله وبتدخل لحد اوضه نومه. وفي الوقت ده بتكونش منى في البيت، وبتكون في مساكن الايواء وبتسمع كلام الناس وهما بيقولوا ان فريده اتفقت مع علي على ازاله البيت عشان فريده ادت له مبلغ كبير. وبنروح لجمعه اللي بتيجي الشرطه وبتفتش المزرعه وهو فيها، وبتلاقي مخدرات بعد ما حد بلغ بكده. بيتقبض عليه، وبيفهم ان فريده هي اللي لبسته القضيه دي عشان تاخد المزرعه. وبتزور فريده علي في البيت، وبتكون شايله هدايا كتير جدا، وبتقعد جنب علي على السرير قدام منى، وبيبان انها اصلا تستفزها. وبتقول منى لعلي على اللي سمعته وان فريده هي السبب في هد البيت، فبيقول لها ان ده كله كذب وانها عايز تدي السكان شقق في عماره مدينه نصر بعد ما تتشطب. وتاني يوم لما بينزل علي الشغل بتجيب فريده عربيه هديه لعلي، وبتاخده وبيروحوا يتعشوا مع بعض في مطعم.
وبتصرح له بحبها وبتقول له انها عمرها ما حبت جمعة جوزها. فبيقول لها ان عمره ما هيقدر يسيب مراته وابنه، فبتقول له انها مش عايزاه يسيبهم، بس هي عايزة تبقى معاه لانها بتحبه. ولما بيروح علي وبتشوف منى ان فريدة جابت له عربية هدية، بتصدق كلام السكان وبتصدق ان فريدة اشترته، وبتلم هدومها وهدوم ابنها وبترجع مساكن الإيواء. وبنرجع تاني لجمعة اللي فهمي دفع له الكفالة وخرجه من القضية، وبتجيب فريدة جمعة وفهمي عندها في البيت عشان تخلي جمعة يساوموا على المزرعة والطلاق. فبيوافق جمعة انه يتنازل عن المزرعة، لكن مش بيوافق على الطلاق. بيفضل يعيط ويترجى فريدة انها تفضل على ذمته. ولما بتصمم على موقفها بيهددهم انه هيكشف موضوع العمارة اللي هدوها، هي ما كانتش قايله للسقوط. وبيقابل جمعة علي وهو نازل من بيتها وبيحكي له القصة كلها، وبيقول ان في راجل مهم قوي عندها في بيتها دلوقتي. فبيكتشف علي انها خدعته، وبيقرر انه ينتقم من فريدة ويستغل حبها ليه. واول حاجة بيعملها انه بيروح لسكان الإيواء عشان يعرفهم انه اتضحك عليه زيهم، وانه ما كانش يعرف حاجة. لكن منى بتفضل تحذر الناس انهم يصدقوه، وبتقول انه بيكذب وبيستعطفهم، لكن بيقدر يقنعهم بالحقيقة وانه ملوش ذنب. وبيوعدهم انه هيثبت لهم وهيرجع لهم حقهم. ولما بيطلب فهمي من فريدة الجواز بتتهرب منه لانها عايزة تتجوز علي. وبتدور فريدة على علي في الشغل والبيت، فمش بتلاقيه. وبتعرف من مامته ان منى متخانقة مع علي وسايبة البيت، فبتفرح فريدة جدا. واخر مكان بتدور فيه مزرعة العجول، وفعلا بتلاقيه فيها. وبيروحوا يتغدوا مع بعض وبتقضي معاه وقت، وبتفضل تقوله انها بتحبه وعايزة تتجوزه ومستعدة تدي لمراته وابنه فلوس كتير تأمنهم عشان يعيشوا بيها. فبيستغل علي حبها وبيطلب منها انها تعمله توكيل لأملاكها، فبتوافق. وبيبدأ علي في كتابة عقود امتلاك الشقق لسكان الإيواء عشان يروحوا يسجلوها في الشهر العقاري. وبنعرف انه استغل توكيل فريدة دي بانه هيسكن سكان الإيواء كلهم في عمارة مدينة نصر. وبترجع منى لعلي لما بتعرف انه مظلوم، وبيختفي علي. ولما بتروح فريدة الشغل عشان تسأل عليه بيديها البواب جواب سايبه لها علي مكتوب فيه دوري على مهندس غيري. ولما بتروح بيته بيبلغها البواب انه عزل. وبتعرف ان بموجب التوكيل اللي هي عاملاه فرق شقق عمارتها على سكان الإيواء، فبتروح لفهمي يمكن يقدر يساعدها. وبيروح علي لفريدة بيتها، فبترحب بيه جدا وبتفرح انه جالها. وبيقول لها انه عمل كده عشان ده حق الناس، فبتقوله انها موافقه على اللي عمله وان فلوسها كلها ملكه بس ما يسيبهاش، وبتترجى انه يتجوزها. فبيديها التوكيل وبيسيبها وهي منهارة وعمالة تحايل عليه. وبنروح لعلي وسكان الإيواء اللي حملوا حاجاتهم على العربيات وسابوا الخيم عشان العمارة اتشطبت ورايحين يسكنوا فيها. لكن أول ما بيوصلوا بيلاقوا الحكومة محاوطة العمارة، وإن في لجنة فحص العمارة وقررت إن أساسها مش سليم وإنها قايلة للسقوط. وبيتم القبض على علي بتهمة الغش في الأسمنت باعتباره المهندس المسؤول عن بناء العمارة. وبيظهر فهمي هو قاعد في عربيته وبيقول لفريدة مبسوطة، ما بتردش عليه وبتفضل تعيط وهي في عربيتها. وبنفهم انها هي اللي لبسته القضيه دي انتقاما منه بمساعده فهمي كالعاده. وبيرجعوا السكان للإيواء تاني. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. تحياتي ليكم، برهام حشاد.